نسيبنا بقى من الكلام اللي بيأكلش عيش ده، وتعالى نتكلم النهارده عن شركة من الشركات اللي للأسف المستخدم اتظلم في مصر لما الاستيراد اتقفل او اتحجم، والظلم ده تم عن طريق انها ما بقتش تعرف تدخل الاجهزة الخاصة بيها، لا هي ولا اخواتها. ايه الشركة دي؟ هي شركة ريلمي، واختها الكبرى او الام بقى شركة اوبو. ولكن هل ده معناه ان احنا بقى مش هنتكلم عن اجهزة الشركات دي بما انها ما بتدخلش مصر؟ لا، لسببين. السبب الاول ان في اوريدي مشاهدين وناس عزيزه على قلبي جدا مش من مصر اصلا وعندهم القدره ان هم يشتروا الجهاز ده. تاني حاجه ان الناس اللي من مصر ممكن يشتروا الاجهزه دي من بره عادي جدا. فمعلش اعذرني على هذه المقدمه الطويله الممله، وتعالى يلا نبدا ونتكلم عن جهاز من احسن الاجهزه اللي بتقدم قيمه مقابل سعر في الفئه الاقتصاديه، الا وهو ريلمي 10. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا غالي ما تنساش تعمل سبسكرايب جميل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا انستجرام وتويتر، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. لو جينا نتكلم عن حاجه زي التصميم، فالتصميم ما فيهوش اي حاجه جديده بصراحه، هو تصميم شيك وكل حاجه مش هنعترض عليه، ولكن الفكره كلها ان اجهزه الفئه الاقتصاديه دي ما بتقدمش حاجه واو. طب معنى كده ان الجهاز شكله وحش؟ لا خالص، الجهاز شكله لطيف جدا والوانه كمان مميزه جدا، بغض النظر عن الخامات البلاستيكيه اللي هنبقى طبعا متعودين عليها في الفئه السعريه دي، ولكن شكله كشكل كده من بعيد، خاصه لو انت مش حاطط له اي كفر، فشكله مميز جدا. ولكن التصميم كتصميم كواليتي تصنيع او كده فما فيهوش شيء مميز عن اشباهه في الفئه الخاصه بيه او في الفئه السعريه الخاصه بيه. موضه الكاميرات الكتير واللي كانت بتبقى مجرد شكل فقط دي انتهت تقريبا، ما بقاش في حد بيتبناها خالص، والريلمي 10 بيمشي على هذا النهج، لان الجهاز ده يعتبر هو فيه كاميرا واحده فقط. الكاميرا الثانيه هي مجرد شكل كده عشان ما يبقاش اسمنا رجعنا لورا قوي يعني. جنب الكاميرا الاساسيه فلاش، ولو جينا نبص على الفريم فهنلاقي برضو هو نفس التوجه اللي معظم الشركات بتتوجه له حاليا، هو التوجه المسطح اللي من ساعه ما ابل عملته في سلسله ال12، وفي شركات كتير جدا بدات تروح له. لو جينا نتكلم عن الشاشه كشكل فهي برضو ما فيهاش اي شيء مميز، هي شاشه عاديه خالص. الحواف اللي فوق واللي على الجناب ممتازه ورفيعه، ولكن الدقن اللي تحت انا مش فاهم ليه كبير قوي كده. هو بيبقى فيه طبعا الامكانيه ان الشركات تصغرها، ولكن عشان يميزوا الاجهزه القليله او الفئه الاقتصاديه عن الاجهزه العاليه، فحاجه زي الشاشه هي شيء مؤكد جدا ان هو قابل للتلاعب فيه. ولكن كامكانيات بقى فبصراحه هي بتقدم امكانيات محترمه جدا، لانها شاشه بمقاس 6.4 بوصه من نوع سوبر اموليد، بتيجي كمان بتردد 90 هرتز، وبرضه بتديك كثافه بكسلات كويسه جدا، هي 411 بكسل لكل انش. ومستوى السطوع بتاعها مش احسن حاجه، هو كارقام هو تقريبا في البيك برايتنس بيوصل لغايه 1000 نيتس، ولكن ده صعب جدا ان جهاز في الفئه الاقتصاديه يوصل له يعني. ولكن برضه هرجع اقول انه مقارنه بالفئه السعريه فانا مش طالب حاجه تكون واو تحت الاضاءه العاليه او تحت اشعه الشمس المباشره، كفايه اني اكون شايف الموبايل بس. الشاشه دي في عرض المحتوى تبقى ممتازه جدا على فكره، لانها هتديك الوان كويسه جدا لانها سوبر اموليد، ده غير كمان انها 90 هرتز، فاثناء التصفح واثناء استخدام السوشيال ميديا والكلام ده كله تحس ان الجهاز سلس ما فيهوش اي مشاكل. ده غير ان اصلا الواجهه الخاصه بريلمي اللي هي الكالر او اس بس اسمها متغير ريلمي يو اي سلسه جدا، وبتديك تجربه استخدام احسن من برضو كل النظائر اللي موجودين في نفس الفئه السعريه تقريبا ما عدا سامسونج. فهي الشاشه بغض النظر عن الدقن اللي تحت وعن موضوع السطوع اللي اتكلمنا عنه من شويه ده، هي هتديك تجربه مشاهده محتوى ممتعه جدا في الفئه السعريه دي. ولكن اللي هيأثر بالسلب على تجربه مشاهده المحتوى هو الصوت، لان الصوت هنا مونو مش ستيريو. معظم الاجهزه اللي بتيجي في نفس الفئه السعريه دي من شاومي او من شركات تانية بتبقى ستيريو، وموضوع الصوت ده ليه تأثير قوي جدا على تجربه مشاهده المحتوى. واسالني انا، لان انا الرينو 6 اللي معايا صوته مونو للاسف. بالنسبه للاداء فالجهاز ده من المفترض ان هو يقدم اداء كويس جدا في الفئه السعريه، خاصه في موضوع الالعاب، لانه بيجي بمعالج مميز في الفئه دي الا وهو الهيليو جي 99 من ميديا تك، بيجي بمعماريه تصنيع 6 نانومتر. والجهاز يعني انا بتخنق قوي من موضوع التعدديه في مساحه الرام والمساحه التخزينيه، لانه بيجي بدايه من 4 جيجا بايت رام ومساحه تخزين 64 جيجا لغايه 8 جيجا بايت رام و256 مساحه تخزين ومساحه رام. هو مش ده وده، لا ده من ده لغايه ده، يعني هتلاقي في منه نسخه 4 رام و128، هتلاقي منه نسخه 6 رام و128، هتلاقي منه نسخه 8 رام و128، وهتلاقي نسخه 8 رام و256. وكل الكلام ده بيجي مع اندرويد 12 وواجهه ريلمي
ريلمي الاخيره هي ريلمي يو اي 3.0. فزي ما قلت لك المفروض كل الكلام ده يديني اداء احسن من الجيل اللي فات اللي كان بيجي بسناب دراجون 680 خاصه في موضوع الالعاب، وبالفعل ده حصل، وكل التجارب اللي تمت على الجهاز بتوضح ان فعلا الريلمي 10 احسن من الجيل السابق الريلمي 9، برغم ان هم تقريبا نفس السعر، وهنتكلم عن موضوع السعر ده في الاخر. ولكن في موضوع الالعاب فعلا الريلمي 10 احسن بفرق، يعني حتى ولو فرق مش واو، مش فرق كبير، ولكن ستيل احسن بفرق ملحوظ. وبالنسبه للاستخدام اليومي العادي فبصراحه يعني المعالجات اللي اقل من سناب دراجون 680 اوريدي بتقدم تجربه تصفح جيده، ونادرا ما بيحصل فيها تقطيع، خاصه مع واجهات مستقره زي ريلمي يو اي او كالر او اس او واجهه سامسونج الوان يو اي. بالنسبه للكاميرات فزي ما وضحنا في الاول هما كاميرتين، كاميرا اساسيه عاديه والكاميرا الثانيه اللي هي بتقيس العمق والهكس ده مالهاش اي 30 لازمه. ولكن بالنسبه للكاميرا الاساسيه فهي كاميرا 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8، وطبعا مش هيبقى فيها اي نوع من انواع التثبيت لا اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن ولا الكلام ده، وبتصور فيديو لغايه فول اتش دي 30 فريم في الثانيه. وبصراحه احنا مش هنبقى مستنيين منها نتائج واو، على قد ما النتائج اللي بتطلع منها على فكره كويسه برضو مقارنه بالفئه السعريه. ولكن كل الناس اللي كانت عامله ريفيو للجهاز فبتقول ان انا ما كنتش مستني ان الجهاز بالمواصفات دي وبالسعر ده يطلع لي كمان كاميرا تكون كويسه. فنتائج الصور اللي بتطلع منها مرضيه جيده، مش هنقول اكتر من كده. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي كاميرا 16 ميجا بكسل فتحه عدسه ضيقه بشكل ملحوظ، هي اف 2.5، وبرضو بتصور فيديو فول اتش دي لغايه 30 فريم في الثانيه. والكاميرات الاماميه الخاصه بمعظم اجهزه الاندرويد ما هي الا بيبقى الكاميرا عليها فلتر حتى لو انت لاغي اي نوع من انواع التعديل او البيوتي او الكلام ده، فغصب عنك لازم بيعمل لك حاجات غريبه في وشك، والديناميك رينج بتاعها بيبقى سيء جدا، ولكنها زي ما بنقول كده بتقضي الغرض يعني. وبالنسبه لموضوع الامان والكلام ده فالبصمه بدل ما كانت تحت الشاشه في الجيل اللي فات بقت في زرار الباور، وبصراحه ده ما بيفرقش معايا شخصيا خالص. بالنسبه للبطاريه فهي بطاريه 5000 ملي امبير وسرعه شحن لطيفه جدا 33 واط، ولكن نتائج البطاريه هنا بصراحه مرضيه جدا، وكل الناس اللي جربته بتقول ان هي بطاريه كويسه، ولكنها يعني ادائها اقل من الجيل اللي فات سيكا. ولكن انا عندي قناعه كده ان الاجهزه دي كلها اصلا اجهزه الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه واللي اعلى من الفئه المتوسطه بشويه كمان ما تقلقش من بطارياتها تماما، لانها اقل واجب هتديك يوم كامل من غير ما تشحن الجهاز، واقصى قدره ليهم بيبقوا ان هم يكملوا معاك يومين كمان عادي خالص. طيب الريلمي 10 سعره كام؟ اقل نسخه ليه بتعمل حوالي 240 دولار، اي بتحويل العمله للجنيه المصري فقط حوالي 6000 جنيه. فللاسف ال 6000 جنيه دول في مصر اصلا يعني صعب يجيبوا لك حاجه كويسه دلوقتي. يعني الجهاز ده لو نزل مصر اصلا بشكل رسمي من ريلمي نفسها، هو مش موجود في مصر زي ما وضحت لك في اول فيديو، لكن لو نزل هتلاقيه بيتباع مش اقل من 7000 7500 جنيه عادي خالص. ولكن الجهاز ده لو انت مش من مصر وبتتفرج عليا، او لو انت من مصر وهتجيبه من بره، فالسعر ده مقارنه بالامكانيات اللي الجهاز بيديها لك فهو شيء ممتاز جدا. وبصراحة أنا شايف من خلال واحد ليه تجارب كتير مع أجهزة ريلمي ومع واجهة ريلمي، وكمان موبايله الأساسي دلوقتي هو جهاز أوبو، فالريلمي 10 هيكون مميز جدا لأي حد هيشيله. ونتمنى بقى إن الشركات اللي مش عارفة تدخل أجهزتها مصر دي تبدأ تدخلها، حتى لو بأسعار يعني زيادة عن المعتاد بشوية، ولكنها هو تبقى موجودة، تبقى في خيارات قدام الراجل اللي هيروح يشتري ده، بدل ما في أوبو لغاية دلوقتي مفيش غير رينو 6 والاجهزه الايه العقيمه، وريلمي مفيش غير ريلمي 9 وريلمي جي تي القديم ومش عارف ايه وبتاع، مفيش اجهزه جديده اصلا في مصر غير اجهزه فيفو واجهزه سامسونج تقريبا. غير كده معظم الشركات مش عارفه تدخل اجهزه، والمستخدم المصري الموضوع بقى صعب بالنسبه له. يعني انا شخصيا لما اي حد بقى يكلمني ان هو يشتري جهاز موبايل دلوقتي بقول له لو ليك حد بره يبقى احسن كتير، بعيدا عن ان السعر هيبقى قريب بعد ارتفاع الدولار الاخير ده، ولكن الفكره كلها ان هو يبقى عندك حريه الاختيار. وبس كده كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبتك بقى الفكره ان هو مش شرط يكون الجهاز في ايدينا عشان نعمل عليه ريفيو والكلام ده، انا عارف ان احنا اوريدي بنعمل الموضوع ده من قبل كده، ولكن برضو باكد عليك لان للاسف صناع المحتوى المصري ما قدامهمش حاجه غير كده، والا بقى نقعد نتكلم في حاجات اوريدي اتكلمنا فيها قبل كده وانت هتزهق، ويبقى الواحد مننا طالع عينه وصارف كتير وعامل استوديو سيت اب وحوار، وفي الاخر الموضوع ما يبقاش مجزي حتى مش هقول لك ماديا،
نفسيا يا راجل من عدد مشاهدات او ما الى ذلك. فاحنا غصب عننا بنطلع نعمل لك فيديوز زي دي عشان تستفاد برضو في الاول والاخر. يا رب يكون الفيديو عجبك، لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس، وتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا انستجرام وتويتر، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. كان معاكم احمد صدوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.